اسمع إلى تلك الفتاة التي كانت تحلم وتتأمل الآمال والأحلام. جاءها من يريد خطبتها، فوافق الأهل ووافقت البنت. هذه أسعد لحظات حياتها. ثم جاء وقت عقد القران، فعقد عليها وفرحت البنت الشابة الصغيرة، فإذا بها تذهب مع أمها مع أخواتها تشتري الثياب، تشتري الذهب، وتعد لحفلة الزفاف. يا الله، إنها أسعد لحظات الفتاة. تتأمل هذه اللحظات، كيف يدخل عليها زوجها، كيف تخرج معه، ماذا سوف تلبس، كيف سوف ندعو الناس في أي مكان، ما هي الوجبات، ما هو الطعام، ماذا سوف أفعل، ماذا سوف نصنع، من سوف تغني. إنها أسعد لحظات الفتيات. يقولون في يوم زفافها، بعد أن كانت قد ذهبت إلى أحدى الصالونات، صففت شعرها وفعلت ما فعلت، الله أعلم هل هو من الحلال أو من الحرام، الله أعلم ماذا صنعت. يقولون في السيارة وهي ذاهبة إلى الصالة بحادث قضى وانتهى كل شيء، وخرجت الروح إلى بارئها. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. بل